السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده يا جماعة معاكم الفول المدمس. ده كيلو من الفول غسلينه بس مش نقعاه. انا بنقعش الفول صراحة يا جماعة. ده كوباية عدس، دول بلحتين. سر الفول بقى البلحتين، معلقة كركم ومعلقة بابريكا. حطوا المقادير دي وادعوا لي. غاسلين طبعا الفول غسله حلوه من جوه الدماسه. ما عندكيش دماسه مش مشكله خالص، حل عادي هيطلع زي الدماسه برضه. بسم الله. وكل واحد يا جماعه برضك وطريقته في الفول، بس يعني ايه، احنا بنتعلم من بعضينا. بس انا بقالي فتره ماشيه على الطريقه دي، طريقه حلوه صراحه وما بنقعهوش. كنت الاول بنقعه، دلوقتي مش بنقعه خالص. احنا يا جماعه غاسلينه، بس يعني احنا غاسلينه من التراب وايه، بس نقع ما بنقعوش. اللي عاوز ينقعه ينقعه. ممكن تنقعيه ساعة كده في غلاية مية سخنة، هتلاقيه نفش كده. بسم الله. بصوا يا جماعة اهو مقدار الفول قد ايه عشان الباقي يبقى مية. هي معلقة كوباية العدس، بسم الله، مغسولة برضك ومتصفية من المية حلو. بسم الله. 3 بلحات او بلحتين كده، اغسليهم وطلعي منهم النوى. والمعلقة كركم او كاري يا جماعة، ومعلقة بابريكا. دي ولا دي عادي، هي بس هتدي اللون الكهرماني الحلو ده. هنحط بقى ايه، شفشق ميه كده. بسم الله. شوفها عايزه تانية ولا لا. بسم الله. عادي ميه من الحنفيه عادي. ثواني كده. الميه اللي انت بتحطيها اول ما تبداي بتبقى من الحنفيه عادي، بس بقى الميه اللي انت ايه هتعملي بيها لازم يكون ميه سخنه. تبقى ميه سخنه كده، الميه اللي انت هتزودي بيها الفول، عشان الفوله تبقى حلوه معاكي كده، تبقى طريه وزي كده زي الملبن وانت بتاكليها كده. بسم الله. يا هتحطوا غلاية مية تسخنوها، يا تحطوا كزرونة فوق الدماسة نفسها. بسم الله. بصوا يا جماعة، هنحط كزرونة فيها مية كده من فوق، والنار بصوا النار على الهادي خالص عشان ياخد ويدي مع نفسه كده، يستوي مع نفسه. الكزرونة المية دي هتسخن، تزودي الفول بيها. تنقص المية تحطي من الحنفية، هتلاقيها سخنت تاني مع قدرة الفول. نسيبه بقى براحته يستوي ونرجع لكم. بصوا يا جماعة، خلاص دخل في السوا اهو. كهرمان والله ما شاء الله، كهرمان. 5 دقايق كده ونطفي عليه ونوريهولكم. بصوا يا جماعة، كهرمان والله ما شاء الله. بسم الله. هنعمل طبق فول بقى كده عشان نتسحر بيه. بسم الله. هنحط على الفول كمون وملح، ده اساس الفول. ماشي. هنحط ليمونه كامله. بسم الله. طلعين منها البذر طبعا. هنحط بقى السر بتاع عربيات الفول، حبه الخل دول، جربوهم مش هتندموا. هنقلب بقى كده. بسم الله. بصوا بيتهرس في ثانيه، ما شاء الله تبارك الله والله العظيم. زبده كده. انا يا جماعه يعني ما شاء الله طول السنه قدرة الفول دي عندي، مش في رمضان بس. يعني هي حسره تجيبها ب10 جنيه من عند الراجل بتاع الفول. وليه ما تجيبوا نص كيلو فول، هيملى الدماسه، هتاكلي بيه لما تشبعي انت والاولاد. الفول حلو. بصوا بيتهرس بسرعه ازاي. بسم الله. حط حبه طحينه. بسم الله. قلبي. بسم الله. والله ما شاء الله.
مش عاوز يسخن ولا حاجه. حطينا حته سمنه بلدي، هي سخونيه الفول هتسيحها عشان تاكلي بقى طبق فول. ما عندكيش سمنه بلدي هو لوحده زبده والله، بس احنا قلنا ايه، نطعم طبق الفول كده. تبقى ايه، حبه زيت زيتون كده، بسم الله. هو الفول ابو الزيت والسمنه، يعني حته السمنه البلدي دي مع الزيت تاكلي بقى ايه احلى طبق فول. احنا ساعات بنضرب الفول ده في الخلاط، بس هو عشان نازل طالع من القدره كده مش هنضربه في الخلاط. بصوا يا جماعه، نحط كده الطحينه تعمل بس شكل، وكلوا بقى احلى طبق فول في حياتكم، وادعولي تعملوه بالطريقه دي وادعولي. حط بردك حبه زيت زيتون كده، بسم الله. احلى طبق فول، وكل سنه وانتم طيبين، وكل اللي ياكل بالهنا والشفا. واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.